Welcome back to English with دنيا. أكيد طبعا عارفين يعني إيه crab وfish craft، بس تفتكر لو ضفنا لهم حرف الواي يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يلا بينا نعرف في فيديو النهاردة. Are you ready? Let's go. في البداية كده عارفين يعني crab بمعنى سلطعون أو سرطان البحر. For example, I see a crab، يعني أنا شايف أو رأيت crab اللي هو سلطعون. طيب لو حطينا لها الواي هتصبح crabby بتضعيف البي، المعنى هيختلف تماما فهتصبح شخص منزعج. For example, he is crabby today. He is crabby today، هو منزعج اليوم. طيب أكيد طبعا عارفين fish بمعنى السمك. For example, I eat fish، أنا باكل سمك. طيب لو حطينا لها why فهتصبح ليها معنيين في الحقيقة. أول حاجة بمعنى له رائحة سمك. For example, this smells or sounds fishy. طيب ممكن نقول حاجة تانية something fishy بمعنى حاجة مريبة. Okay, the last one is craft بمعنى حرفة أو عمل يدوي. For example, I made a craft. طيب لو حطينا لها الواي هتصبح شخص ماكر. He's a crafty boy، هو ولد ماكر. Okay, that's all about it and see you later.